وده مكسب يقدر في حوالي 18%. وطبعا حددت في الخسارة يكون أسفل الشمعة الخضراء عشان سهم رائع. بصيت على شمعة النهاردة 14/4/2026، بصيت على شمعة النهاردة لقيت حجمها أعلى من المتوسط، حجم 20 شمعة. بصيت على متوسط المتحرك 50 اللي باللون الأخضر ده، لقيته أعلى من متوسط المتحرك 100 اللي باللون الأحمر ده، ودي إشارة لترند صاعد. لما بصيت على مؤشر ال RSI لقيت فيه إشارة تقاطع إيجابي، وبصيت برضه على مؤشر المج لقيت الهيستوجرام بتاعه بيشير إلى وجود تقاطع سيحدث قريبا. فقررت إن أنا أخش صفقة شراء في السهم ده على سعر 5 جنيه 45 قرش. ودايما باخد الصفقة بتاعتي الهدف بتاعي يكون 1 ل3 عشان يكون الهدف بتاع الخروج عند سعر 6 جنيه و50 قرش. وده مكسب يقدر في حوالي 18%. وطبعا حددت في الخسارة يكون أسفل الشمعة الخضراء عشان يكون حوالي 5.7%. وبعدين نروح على تطبيق سندر عشان اشتري السهم على سعر 5 جنيه 45 قرش زي ما قلت لكم، واتابع الصفقة كل يوم. هل هتوصل لهدفها ولا هتضرب في الخسارة معايا؟ انتوا رأيكم ايه؟